كرة إلى سامي فالنتين ستار حاول يسدد ويرتها ومرة أخرى وجول أحمد صبري. ويبدو هناك يبدو هناك راية من عادة من الحارس. شوف مع التسديد ونشوفه بالإعادة وراية وصفارة وتسلل ركلة حرة غير مباشرة لفريق نادي الحدود. خلينا نشوفه بالإعادة. شوف مع الانطلاقة تسديدة ارتدت من الحارس. هي ارتدت من الحارس عموما هي ارتدت من الحارس. على كل حال الحكم صاحب القرار الأول والأخير بالإشارة للمساعد يلغي هدف نادي النفط. الكرة ارتدت من الحارس وعموما هو صاحب القرار الأول والأخير. نشوف هل هناك قرار من غرفة الفار. هناك حكمنا الدولي أحمد كاظم تشيكينج جول. أعتقد يعني برأيي أنا الشخصي الهدف صحيح، لكن يبقى القرار الأول والأخير لهم. خلينا نشوف. يعني هم عولوا على انطلاق الكرة، ربما كان أحمد في وضع تسلل مع انطلاق كرة اللاعب ستار ياسين. هذا هو يعني اللي عولوا عليه، لكن ككرة ارتدت من الحارس. تعدينا الوقت المحتسب بدل ضايع. نشوف القرار. جول. هذا هو هدف الشخص الثالث بعد أن سجل في شباك النجف ونفط البصرة من ركلة جزاء، وسجل هدف الأول في مباراة اليوم بالدقيقة تقريبا 6 أو 5 من الوقت المحتسب بدل من ضايع. هم كان يعني المساعد ربما كان يتوقع أنه مع انطلاق الكرة أحمد صبري في وضع تسلل، لكن كرة عادة للحارس ما ممكن أن تكون تسلل، وبالتالي هدف صحيح. شوف هو كان يعولون على أساس أنه مع انطلاق الكرة أنه أحمد في وضع تسلل، لكن الكرة ارتدت من صقر عجيل، وبالتالي أكملها متابعة مثمرة من أحمد صبري، سجل من خلالها هدف التقدم الأول لنادي النفط. 1 نفط لا شيء الحدود. بعد العودة لغرفة الفار وحكمنا الدولي هناك أحمد كاظم يشير إلى صحة الهدف